الحين المفروض أنت تسوي كذا أشياء متتالية. إذا تروح تفطر تتقهوى، بعدين إذا عندك شغل تخلصه حلو قبل الزحمة، قبل الناس الدوامات اللي يطلعون. المشكلة الحين كلهم منحاشين بالدوام خميس. لا ما في بعدين تروح ترجع البيت تتغدى، بعدين تنام قيلولة استعدادا لليل النار الشراب. ايوه بالضبط. عشان كذا نحب صار لي موقف الحين انت شلون تقول؟ الغيد وش من عندك الغيد؟ تخيل تاني طفل عمره تقريبا 4-5 سنين، تخيل جاء خمني ويحبني يقول انا احبك، ما اعرف ولا يعرفني. يا ربي قلت معليش ترى مضيع. أم تقول ايه مدري وش اللهم انت وين؟ انا انحرجت، ايش تسوي لي وجهي له؟ انا بستاربكس القيروان. ستاربكس القيروان اللي بصاد سكوير. هذا ايه عرفت اللي جنبه محل العاب، هذا جنبه مدرسة. أمانة هو جاني واحد في المكتب حلو، طبعا هم ينامون بعدين يجون يقولون وش صار على شغلنا حلو. فأنا جيت قلت له، قال لي إنه أنا وين الشغل، إني أنا الحين بطلع الحين لازم أسلم هذه الأوراق حلو. والبنت اللي معي ماسكة شغلتهم طالعة ميتنج يعني. قلت لا، وهي عندي أصلا راسلتها لي زبدة. قلت لا أصلا انتوا راسلين أول شيء هذه الأوراق ما تتعبى كذا، مصور صورة عمي يبغانا نعبيها. قلت راح أطبعها وأنا برسلك الأشياء اللي تبغاها، يعني اسم الشركة المعلومات حقتنا. قال أنا ما أقدر لأن أنا غير هو يبغاها ياخذها جاهزة. إيه غير وانتي بتهبلين بس حالة تاخذها جاهزة. والله مستحيل. قال أنا غير مخول، هذه يا أخت خلود هذه أشياء قانونية. قلت لا مو قانونية، اسم الشركة عنوانها، هذا أنت تشتغل هنا مفروض هذه عندك، ما ترسلها لي تقولي وش اسم الشركة، ما تعرف وين تشتغل. قال ايش قال؟ طيب خلاص ارسلها لي. استسلم ورسلتي له؟ طيب ايه ارسلت له كل شيء عشان ما يرجع مرة ثانية. يحرك يديني ويكتب، شو مشكلة؟ ايه ما يبغى. قلت تستهبل، اسم شركة وينها في سجلنا التجاري، يعني هذه أشياء أصلا برا. بس شفت لي حجاز ايه باين اتكالي بعد اللي عندنا هنا خاصة حقين السيلز يجون يبغون كل شيء جاهز. قلت بعدين تراسل لي اسم المشروع، ايش دراني وش اسم المشروع؟ قال لي صح هذه لا عندي. الله يعطيك العافية. بعدين رجع ايش قاعد كان يا اختي رسلتي لي وش اسم المشروع وانا برسله لك. قلت على العموم انا جهزت لك الايميل. استهبل ذا تبيني اوضيك بعد؟ ايه هو والله انا كنت بقول لك كذا بس استحيت انها شايب وانا كنت انا اقولها. ما قال هذا يعني نقدر نقول ان